مش اي اكلات هينفع تستحمل معاهم في لانش بوكس لفتره طويله جدا. امال ايه اللي هينفع وايه اللي مش هينفع؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع بعض. اولا بالنسبه للاكلات اللي هينفع تتحط في لانش بوكس وتستحمل معاهم لمده توصل ل6 ساعات، فاهمها سندوتشات الجبنه الرومي، سندوتشات الجبنه الشيدر الطبيعي، الجبن الفيتا، المربى، الحلاوه الطحينيه، زبده الفول السوداني، زبده الفستق، زبده اللوز، الفواكه الكامله زي التفاح، الموز، العنب، الخضروات زي الجزر، الطماطم الجامده والكامله، وممكن التشيري توماتو، الخيار الكامل، الفلفل الملون، او ممكن حلويات كمان زي البسكوت او الكراكرز الحبه الكامله. الاكلات اللي هنحطها لهم في لانش بوكس بس ضروري جدا ننبههم ان يتم استهلاكها خلال ساعتين او 3 ساعات ماكسيموم من وقت ما يخرجوا من البيت. فاهمها الجبن الكريمي بكل انواعها، سندوتشات التونه لو بيحبوها، البيض الاومليت بس نحطه بارد ما يكونش سخن، شرايح الدجاج بس تكون بارده ومن غير اي صوص، الخضروات زي الطماطم المتقطعه او الخيار المتقطع، الفواكه زي البطيخ او قطع الشمام او الفراوله حتى لو كانت كامله، الحلويات زي المافن او الكيك اللي محشي من جوه بالكريم او بالشوكولاته. اما الاكلات اللي مش هينفع ابدا نحطها في لانش بوكس خصوصا في الجو الحر، فاهمها البيض المسلوق، البطاطس المقليه، السمبوسه، اي اكلات فيها صوص زي اللحم او الفراخ، الحلويات اللي بتحتوي على طبقه خارجيه من الكريمه او الشوكولاته. وكمان لو هياخدوا معاهم فلاسك فيها لبن او عصير مش متبستر، فيا اما يكون الفلاسك ده عازل تماما للحراره، ففي الحاله دي ممكن ياخدوه معاهم ويستهلكوا خلال ساعتين، يا اما مش هينفع ياخدوا معاهم اي عصاير غير مبستره او حليب طبيعي. في الكومنتس لو في اي اكلات ثانيه حابين تعرفوا اذا كانت تنفع في لانش بوكس او لا، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عنها، وكمان هنعرف ازاي نعلم ولادنا يفهموا المنتجات اللي بيشتروها من كانتين المدرسه او من السوبر ماركت اذا كان صالح للاستخدام، مش بس من خلال تاريخ الصلاحيه لكن علامات تانية كمان هتساعدهم يحافظوا على نفسهم وعلى صحتهم في امان. خليكم في السلام.